قلت قبل كده إن السوق بعد يوم 18 حاجة وقبله حاجة تانية، لأن علامة شنغان واحدة من أهم 4 علامات في الصين، وممكن تعتبر إن إطلاق موديلات شنغان الثلاثة بكرة كأنه إعادة إطلاق للعلامة في مصر من جديد. وزي ما انتوا عارفين شنغان مش بس هتقدم CS55 بلس المجمعة محلياً، كمان هتقدم موديل ايدو بلس ويوني في، والاتنين سيدان. تعالوا نثير الجدل ونشوف كم عربية من كبار السوق هتتأثر بنزول شنغان. أنا إسلام حويلة، وما تنساش اللايك والاشتراك في منصاتنا المختلفة. الحلقة برعاية AGC أوتو، موزع رسمي ومعتمد لأكثر من 14 علامة في مصر. خلينا نبدأ كلامنا في الأول CS55 بلس المجمعة محليا. الناس في مصر بتهتم بالسعر في المقام الأول، بتتقدم في 3 فئات، الأولى بسعر 1,290,000 والتانية بسعر 1,405,000 وآخر فئة بسعر 1,475,000. طبعا دي الأسعار الرسمية. ولو مشينا على حسبة إن سعر العربية المجمعة محليا بينزل 20% من سعرها وهي مستوردة، يبقى متوقع سعر الفئة الأولى من شنغان تنزل في حدود 1,000,000 و1,050,000 جنيه. استنى شوية، قبل ما نتكلم على السعر لازم نتكلم عن الجودة، لأن الاتنين مرتبطين ببعض. مصنع غبور في الجديد في مدينة السادات هو أحدث مصنع في مصر، والأهم إنه عنده وحدة دهان كاملة، أول استخدام ليها CS55 بلس، يعني متوقع إن جودة الدهان هتبقى أعلى من جودة العربيات المستوردة. هتقولي ده كلام، محلية وجودتها أفضل من المستوردة؟ خلينا ماشيين بالمنطق. في كام شركة في العالم بتنتج وحدات دهان لمصانع العربيات؟ أكيد عدد محدود. طيب في كام شركة من العدد المحدود ده في ألمانيا؟ أقل سعر وحدة دهان لمصنع طاقته الإنتاجية 50,000 وحدة زي مصنع السادات، مصنع متوسط 50 مليون دولار. ودي مش عربية هتدفع ثمنها وتاخدها، دي بتتعمل مخصوص وبتاخد شهور عقبال ما تيجي، وبالتالي طبيعي إنتاجها يكون أحدث وأفضل جودة. نرجع للجدل، إيه هي العربيات اللي هتتأثر بنزول CS55 بلس المجمعة محليا؟ طبعا هركز على العربيات الأكثر مبيعاً، تيجو 4 برو وتيجو 7 وMG ZS. ده نظريا لو بنقارن SUV بSUV، لكن المقارنة دي مش كفاية، لأن العميل بيشوف معاه كام وبناء عليه بيقرر يشتري. خليك مكان العميل، لو معاك في حدود 1,000,000 جنيه هتشتري إيه؟ غير اللي ذكرتهم عندنا هيونداي AD وMG 5، والخمس موديلات دول بيمثلوا 14% من حجم المبيعات في مصر بناء على تراخيص المرور في أول 5 شهور من 2025. خد بالك إحنا بنتكلم على جزء من الحصة السوقية لغبور والمنصور، يعني شنغان مش نازلة تاخد حصة صغيرة، ده عينها على حصة كبيرة. الفكرة كمان إن مش CS55 بلس لوحدها، الموديل الثاني ايدو بلس أعتقد إنه هينزل في حدود 1,000,000 جنيه، ودي في حجم الMG 5 تقريبا. أما الموديل الثالث يوني في فهيكون أغلى شوية لأنه أكبر في حجم تويوتا كرولا تقريبا. والثلاث موديلات تقريبا جايين بمنظومة محرك واحدة، محرك 1500 سي سي توربو بقوة 185 حصان وعزم 300 نيوتن متر، متصلين بناقل حركة من 7 سرعات دول كليتش ويت. شنغان سمعتها جيدة في السوق السعودي، وهي العلامة الصينية رقم 1 هناك، وده هيساعد في زيادة مبيعات العربية في مصر. تفتكر لو الأسعار المتوقعة اتحققت ممكن متوسط مبيعات شنغان الشهري في مصر يكون كام؟